الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. الصورة اللي انتم شفتوها هي للناشطة الصحفية كريستين شاهين. الناشطة كريستين بصراحة وبكل تقدير واحترام بذلت وتبذل جهد جبار وعظيم ووطني وصحفي ومهني وأخلاقي في الدفاع عن مدينة السويداء والدفاع عن السوريين ضد جلاوزة وإجرام وإرهاب نظام الجولاني. هذا الجهد الصحفي والاستقصائي والنقدي والرصدي والحقوقي مجتمعا تستحق عليه يعني مني ومن كثر من السوريين تستحق الدعم والتضامن والتشجيع على يعني ما تقوم به، وضد الاستهداف الذي يطالها من أنصار وشبيحة الجولاني. طبعا السيدة كريستين يعني تقوم بواجبها كصحفية وكسورية وكضحية من ضحايا إرهاب الجولاني. هذا حق مشروع في الدفاع عن النفس وعن العرض وعن البلد وعن الثقافة والعقيدة، يعني حق مشروع على أكثر من مستوى وأكثر من صعيد، وهذا يعني واجب. لكن حتى ولو كان هذا واجبا فهي تستحق التقدير والثناء والشكر عليه. في هذه الأزمة التي شهدتها منطقة السويداء وتشهدها سوريا، سقط الكثر من النشطاء والمثقفين والصحفيين. أنا يعني عن نفسي البعض كانوا على صفحاتي وحذفتم من سجل الصداقة الافتراضية الفيسبوكية، والبعض هم حذفوني مشكورين يعني، ووفروا علي عملية الحذف، لأنه سلوكهم تماما يعني انحدر نحو الحضيض والانحطاط والتشبيح الذي كان معمولا به على زمن نظام بشار الأسد، وصار معمولا به على زمن أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع الأسد. فهؤلاء عندما يلغون الصداقة الافتراضية يوفرون علي هذا الجهد، وأنا أيضا ألغيت البعض من اللي بيشتغلوا في الحيز الصحفي لما شفت بيطبلوا بيزمروا وبيهاجموا الشيخ الهجري وبيهاجموني أنا أيضا تلميحا أو تصريحا، يعني نتيجة مواقفي الناقدة لنظام الجولاني والداعمة لأبناء السويداء ولضحايا منطقة السويداء. طبعا يحضرني هنا أيضا يعني مثقفين ونشطاء وأدباء آخرين أيضا من نفس البيئة من نفس المنطقة، جهدهم الأخلاقي والثقافي والأدبي والرصدي لا يقل أهمية عن جهد كريستين شاهين إن لم يكن يزيد. يعني أخص بالذكر هنا يعني أيضا الشاعر ماهر شرف الدين، وأنا تضامنت معه مثل ما تضامنت مع كريستين شاهين، تضامنت مع
الشاعر ماهر شرف الدين، وأيضا الروائي والصديق العزيز فادي عزام. أيضا يعني موقفه الأدبي والثقافي والسياسي والأخلاقي العالي جدا يستحق التقدير والثناء والانحناء، يعني إعجابا بدوره الرائد في هذا المجال، في الوقوف مع الضحايا وضد الطغيان والظلم الآتي من نظام الجولاني ضد السويداء وأبناء طائفة بني معروف. موقف جد إنساني نبيل من فادي عزام. أيضا وأيضا يعني لا يمكنني أن أنسى أبدا الدور والتأثير والوزن الأدبي والأخلاقي والثقافي الذي تشكله الروائية المبدعة الصديقة العزيزة الدكتورة نجاة عبد الصمد. هذا الدور يعني كشهادة، كفعل ثقافي مناهض للبربرية والهجمة الفاشية التي تعرضت لها منطقة السويداء. وهذا أيضا يعني وقفت إلى جانب هذا الدور، دور نجاة عبد الصمد، ودعمته أيضا يعني. وبالتالي في هذه الأزمة والغمة التي ستزول ويبقى جبل العرب وتبقى السويداء، وتبقى السويداء بدماء أبناء السويداء، بشروط وحقوق ومطالب أهل السويداء، وبدعم هذا ال الوسط الثقافي والصحفي لأبناء هذه المنطقة. وأيضا يعني الروائي ممدوح حزام، موقفه الأخلاقي والأدبي والنبيل يندرج في هذا الإطار. إذن سماء سوريا، كل بقعة من سوريا، من السويداء إلى القامشلي إلى عفرين إلى الساحل السوري، تفخر بهذه الشموس، بهذه الأقمار، بهذه النجوم التي في جزء منها مش كلها، يعني كريستين شاهين، فادي عزام، نجاة عبد الصمد، ماهر شرف الدين، وممدوح عزام، وآخرين. أعتذر عن يعني ضيق المساحة عن ذكر أسمائهم. كل هؤلاء هم قيم ثقافية، قيم أخلاقية، قيم أدبية ومهنية صحفية شخصيا أفتخر بها، رغم أنه ما بتجمعني مع الكل يعني معرفة أو صداقة. فقط فادي عزام ونجاة عبد الصمد بعرفهم بشكل مباشر، والتقينا وحكينا وفي بيناتنا خبز وملح. وبالتالي أنا سعيد وفخور بهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم، وبالذين سهوت عن ذكر أسمائهم من أبناء تلك المنطقة العظيمة والكريمة، والتي أعطت نظام الجولاني وأعطت السوريين جميعا دروسا في المقاومة وفي الكرامة ضد بربرية وفاشية وهمجية الجولاني.
فلول الدواعش والنصرة والقاعدة. أكتفي بهذا، موجها لهم دائما التحية والتقدير والشكر.